السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة نص شعبان، اللهم بلغنا رمضان. قبل ما ندخل على الفيديو كده، يا ريت تحطي اللايك، ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي معايا. النهاردة كده هعمل أكلة سريعة وحلوة جدا، مش تاخد في ايدينا وقت. هعمل مكرونة سباكيتي ومعاها قوانص. تمام. عندي طبعا بصل وطماطم وفلفل أخضر، وعندي هنا القوانص غسلها كويس جدا ومصفياها، وهبتدي اقصقص فيها كده على 2. يعني انا بقسمها القنصايه على 2. تمام. هقص كل الكميه اللي معايا بالحجم ده كده. عايزه تصغري مفيش مشكله. تمام. خلاص كده انا قطعت كل الكميه اللي معايا. جبت بقى الكبه، هفرم فيها البصل الاول. تمام. عندي بقى حله على النار، سيبها بس تسخن. حطيت فيها حته سمنه. تمام. هنزل بالقوانص الاول بعد ما تسخن كويس جدا. هنزل بكميه القوانص. هشوح بس فيها شويه كده. انتوا عارفين القوانص بتاخد سوا. حطيت فيها بقى، حطيت عليها ملح وفلفل اسود. تمام. حطيت الاول الملح وهو الفلفل الاسود، وهحط شوية بهارات صغيرين وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر ومكعب مرق. تمام كده. يبقى تاني، حطيت القوانص الاول شوحتها شوية، حطيت ملح وفلفل اسود وشوية بهارات وتوم باودر وبصل باودر وشوية جنزبيل ومكعب مرق. تمام كده. هشوح فيهم بقى مع بعض. تمام كده. انا كده فرمت البصل معايا، هنزل بيه عليها. تمام. هشوح فيها مع البصل شوية. هو انا كده حطيت التوابل خلاص بتاعتي، مش هحط اي توابل تاني. هشوحها برضو مع البصل شوية. تمام كده. اهي اتشوحت شوية اهو. انا برضو ضربت في الكب الطماطم. اتنين طماطم، يعني طماطميتين اتنين وقرنين فلفل اخضر سبايسي، ونزلت بقى عليهم. برضو هشوح فيها شوية وهسيبها بقى تستوي. بعدها كده، بعد كده انا نزلت بنص كوباية مية. تمام. هنزل بقى بنص كوباية مية وهسيبها تستوي مع نفسها. خلاص. عندي بقى في حلة تانية حطيت مية بتغلي. حطيت معلقة ملح، وهنزل بقى بالمكرونة اسلقها اهي. هسيبها بقى تتسلق مع نفسها. هنا كانت المكرونة اتسلقت وشلتها صفيتها. حطيت بقى في الحلة شوية زيت. هعمل صلصة المكرونة. هنا برضو كنت مقطعة بصلاية على ايدي كده. تمام. هشوح في البصلاية شوية تدبل بس. هنا بقى ضربت طماطم في الخلاط، نزلت بيها على البصل، وهحط ملح وفلفل اسود بس،
وهسيبها بقى تتسبك. تمام، ملح وفلفل اسود، هتسيبها تتسبك مع نفسها. بعد ما تتسبك هحط عليها المكرونة وهقلبها، وتبقى كده اكلتنا خلاص خلصت. ده الشكل النهائي ليها للاكله بتاعنا النهارده، ان شاء الله تعجبكم. متنسيش تحطي اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.